حبايبي وحشتوني، اخباركم ايه؟ انا ولا عزت ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو النهارده حلو قوي 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 قوي. هنعمل الوصفتين النهارده ينفعوا للدايت. تمام. هنعمل نوعين حلوين قوي. هنعمل جرانولا وهنعمل كوكيز كده الحبوب. حلوين جدا. بس تعالوا نشوف هنعملهم ازاي، بس ما ننساش اللايك والشير والاشتراك في القناة. اول حاجه هنعمل الجرانولا. ده شوفان احنا كنا شاريينه في فيديو المشتريات، اللي ما شافش في فيديو المشتريات بتاعه الدايت يرجع له. هنجيب حوالي 250 جرام، يعني ربع كيلو. ده كان 500 جرام، فانا هاخد نصه. تمام كده. تمام. وبعدين هحط عليه حوالي نص كوبايه مكسرات. تمام. دي كانت ربع لوز، وده ربع بندق. انا ممكن بقى النص اشكله زي ما انا عايزه. وهحط عليه كمان معلقتين زبيب، واحط عليه معلقتين جوز هند، واحط عليه معلقه صغيره يا حبه البركه، واحط عليه كمان رشه قرفه. تمام كده. وبعدين هنزل على ده كله بمعلقتين زيت جوز هند، وهنزل كمان بنص كوبايه عسل ابيض. تمام. ممكن كمان احط فواكه مجففة لو عندي، برضو ممكن احط نص كوباية او حاجة. وهقلبهم كويس قوي. اقلبهم بقى، اخلي يعني العسل يغلفهم. وبعدين هجيب عندي بقى صينية، احط فيها ورقة زبدة، وهدهنها برضو زيت جوز هند، عشان برضو ربطا حاجة تلزق ولا حاجة، عشان هو عليه عسل. فايه ادهن برضو دهنة خفيفة كده زيت جوز هند. وهنزل بالكلام ده كله على الصينية بعد طبعا ما قلبتهم كويس. وهفردهم كده، وهدخلهم الفرن على فرن هادي على 160 كده. واتابعهم لانهم يعني بياخدوا لون بسرعة جدا. تمام. وكل شوية هقلب فيهم. تمام. شايفين بقى بعد ما طلعوا جمال؟ سبتهم طبعا لما بردوا. شايفين؟ زي اللي بنجيبها جاهزة واحلى كمان. بصوا دي الجاهزة اهيت، هوريكم الفرق ما بينهم. دي اللي انا كنت جايباها، ودي اللي انا عاملاها. بتاعتي كانت غامقة سنة بس. تمام. وطعمهم حلو قوي والله. الجرانولا دي يا جماعة احنا بنحطها على الزبادي في الدايت وكده. مليانة فوائد صحية، وشوفان طبعا بيحسسنا بالشبع. تمام. هبتدي احطهم بقى في برطمان محكم، علشان خاطر يتنيهم كده ايه متحمصين ومقرمشين. لازم اعبيهم في برطمان محكم بالشكل ده، واسحب منهم بقى وقت ما انا عايزة. هعمل لكم بيهم طبقين. ده كان فطار لفردين بقى. ادي زبادي اهو، ده كان زبادي لايت. استخدم بقى زبادي لايت، زبادي يوناني، زبادي عادي، مش مشكلة خالص. دي كانت كوباية كبيرة، هقسمها على الطبقين. تمام. فطار سهل وسريع ومفيد في كل حاجة. تمام. بصوا بقى هقدمهم ازاي. ببتدي افرد بقى الزبادي كده. دي كمان وجبة صحية للولاد، فيها كل العناصر الغذائية. شايفين؟ تمام. بعد كده بقى هجيب الجرانولا كمان بتاعتي، واخد منها كده معلقة او اتنين على وش الزبادي اهي. تمام. اي نوع فاكهة بقى عندي بحطه في الجنب التاني. اي نوع فاكهة. طبعا لو عاملين دايت يفضل الفواكه اللي هي قليلة السعرات الحرارية. انا كان عندي شمام، هو اللي كان متوفر ساعتها عندي فحطيته. اي نوع فاكهة.
يا سلام بقى لو فراولة بقى كمان يبقى لونها فظيع. أنا المرة اللي فاتت كنت عاملاها بالخوخ، الطبقين شكلهم والله يفرح يفرح يفرح. تمام، ادي شكل الطبق معايا، شايفين بقى الجمال؟ حلو قوي. او رشة بقى بذور شيا كده على الوش، برضو هي بتحسسنا بالشبع جامد. تمام، جربوا بقى الوصفة دي وقولوا لي رأيكم فيها ايه. انا ان شاء الله هحاول اكتب لكم المقادير بتاعتها في صندوق الوصف. هندخل بقى على الوصفة التانية. الوصفة التانية كوكيز بقى بالحبوب كده. انا كنت عاملة بكمية بسيطة، كنت بجرب الاول. هقول لكم المقادير بالمعالق، وممكن نخلي المعالق دي كوبايات. ماشي. هعمل او ممكن اكتبها لكم تحت. هو كان عبارة عن بذور لب دوار شمس، وبذور اللي هو لب القرع، وسمسم، وبذور كتان، وبذور شيا، وحطيت شوية زعتر، وكمان كان في حبة البركة. انا هكتب لكم المقادير بالظبط تحت احسن، او لو قدرت هكتبها لكم على الشاشة هكتبها لكم. وجبت بقى مية دافية وغطيتهم بيها، بزودهم شوية عنها لان طبعا بذور الكتان وبذور الشيا بتفرز مادة جيلاتينية كده. تمام، وغطيتهم شوية حوالي ربع ساعة. تمام، ده شكلهم بقى بعد ربع ساعة. ابتدي بقى اخد من كل واحدة. هما لو كمية ممكن افردهم في الصينية خالص واعمل فيهم زي خطوط كده، بس انا حاولت اعملهم زي الكوكيز. ويفضل برضو ان احنا ندهن ورق الزبدة، عشان هما بصراحة كانوا لزقوا مني شوية. فلما ندهن ورق الزبدة احسن، برضو ندهنه برضو زيت جوز هند او زيت زيتون ممكن. ده كان شكلهم دخلهم الفرن بقى، وده كان شكلهم بعد ما خرجوا مقرمشين وتحفة جدا. بجد جربوهم، حلوين قوي قوي قوي، وهيحسسونا بالشبع برضو. ممكن ناكل بيهم جبنة، ناكل بيهم اي حاجة. جربوا بقى الوصفتين وقولولي رأيكم ايه في التعليقات، وسيبولي تعليقات حلوة وقولولنا عايزين نقدم ايه الفترة الجاية. ويا رب وصفات الدايت اللي انا عاملاها تقدر تساعدكم، ويا رب انا كمان اقدر استمر عليها. يلا سلام.